بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الذي مضى ما يتعلق بالميزان الصرفي. درسي رابردو باسي ميزاني صرفي ما كرد. الميزان الصرفي ما هو؟ ميزان صرفي شيء والله خازا خيرا. ميزان وضعه الصرفيون ليس النحاة. خازا خيرا. الصرفي كان ميزانيان دانا وقت رازو يكبومان بزانين وزني كلمان تشيا أو وزن الشيء قريتوا يشمل الحركات والسكنات، يعني بيتو حركات فتحية ضمية كسرية، بيتو عدد حروف كان وما لحروفها من أصالة حرفه أصلية زائدة منقلبة، بس أو مثلا ناكين باشا. ما هي ضوابط الميزان الصرفي؟ ضوابطي قيودي أم ميزان تشيبو؟ ها جماعة وضعها الميزان ضوابطه وضعها العلماء لمعرفة الأسماء، لمعرفة الوزن الأسماء والأفعال المبنية والأفعال المتصرفة. أم ميزانيان بودانا تشي شملك تشي شملناك الكلمات العربية، الأسماء المعربة أو ناويك ومعربة أوي مبنية شملناك صرف دوم الفعال المتصرفة أو فعليك وتصرف فكري يعني ماضي ومضارع وأمر اليدية. أما الأفعال الجامدة أو فعليك وجامدة ناغوري فلا يشمله، مثل عسى ناتواني مضارع أمري ليبيني. وكذلك الحروف يعني لا تدخل في الصرف أو حرف شملناك الصرف بيواندي بحرف ونيبو، لأن جميع الحروف مبنية. باشا أما كم قيد بو دوم؟ بارك الله فيك. أم ميزانيا لسرسي حرف دانا سبب بولا سرسي حرف خازا خيدا وبرايله، لأن أكثر الكلمات العربية ثلاثية. زوربي كلمة عربية كان سيح لسي حرف، فقاعدش كاتي دا أنريا لسر زوربي دا أنريا نك لسر كمي. أما يك دو بيتو لسي زياتر بيايا أبوا چيان كردايا بيوستي بيان بحذف أبوا حرفي كان زياد كردايا كاتي فعلك ثلاثي من بين أبو ميزانك خويا شواري بويا أبوا حرفك حذف كان ولا يعرب يعني زيادة كردن لحذف آسانتر الآن. بالله سيم بالله ابنه هذا الحروف بتشي دانا بس حرف زاني ما أم حرفك يان دانا لو سي حرف أنا
الفاء والعين واللام أمسي حرفين دانا فاء كب ويكم حرف مثلا ضرب ألين كوا فائي ضرب ألي ضادك كوا عيني ضرب ألي راءك كوا لامي ضرب ألي لام كوا لامي ضرب ألي باءك باشا بو أمسي حرفين دانا بو حرف تريان دانا مثل والله ابنا بارك الله فيك عافر أعم الصيغ عمومتين صيغة تشي كرده وهي شملك نام أكل شرب ذهب جاء يعني هموي تواني بيبلي فعله فأم خاصة أمسي حرفي عندنا باشا ليرة برسيارة ترمان هي هيش ناويك هي يعني فعل لسي حرف كمتر هي إذا رأيت ذلك فاعلم فإن بها حرف المعطوف. يعني جوابك شيء بيا هل يوجد هي نية أجر بيني ما لسي حرف كمترة وك يد دم خين يد دس أصلي يعني إلا أبي بزاني حذف كتيايا اشتكي لي حذف كراوة نمو يد أصلي يدي أو دمي أو دوانة يعني يا حذف كراوة بعض أهلي علم الله بعض شيء الله نأوى وحذف كراوة أصلي دم يدون والله أعلم باشا كاتي زاني ما بم تسلسلاتي أي بيتو أو كلمة أو شيء لسي حرف زياتر بيت شيان كرد چەند حاڵەتی هەیە ئەگەر بێت و زیاتر بێت چیان کرد چوار حاڵەتی هەیە باشە پێشەوە بزانی کاتێ لە سێ حرف زیاتر بوو هەستان لامێکیان زیاد کرد ئەم زیادەیە چەند شێوەی هەیە چوار یەکەم بەڵێ برام بسبب أصل عليه بسبب أصلي وضع بها أصلا لامي كان زيادة مثلا دحرج أصلي خوي رباعية زيادة يعني بلي زيادة كي حذف كل وزن كي بزاني فدحرج لسر وزني حتى حركات وسكناتي بقولي تيكتشي ها دحرج ناتواني بلي فعل له علي فعل له دربخ عيني فعل له جعفر فعلل فزاني من كاتي لا سي زياتر بيه لا أميكان زاد كر لا رباعي كلا أميكان زياد كر أي لخماسية ككوا خوي أصالة هي خماسية دولاميان زياد كر وكس فرجل على وزن فعلل بلى أما يكم حالة تمان لامي كان زياد كر إذا كانت الزيادة بسبب أصل الوضع أصل وضعي أو كلمة شوار حرفة يعني بينجا لامي كان زياد كر لرباعي ولخماسي دو لاميان زياد كر باشا لير السؤالك هي رباعي أجا مجرد بزيادة يا نبي حتى تنيك أروى تن حرف فعل باس فعل أجا مجرد به أجا مجرد شوار بارك الله فيك أجا مزيد بيه أي اسم ناو مجرد بيه حتى تشنا بينج آخر شد زياد كري حتى تشنا أروى حوت قال ابن مالك رحمه الله ومنتهى اسم خمس إن تجرد أجا مجرد بيه منتهى آخر حد ناو بينج وإن يزد فيه أجر بيتو زياد كريا فما سبعا عادة لحوت زيادة النابية أي كاتباسي فعل كيكرد قال ومنتهاه أربع إن جردا فعل أجر بيتو مجرد بيه آخر حدي شو الحرفة وإن يزد فيه أجر بيتو زيادة بيه وإن يزد فيه فما ستا عادة لشش زيادة النار أمش ما زاني باش أما الزاني من يكون زيادة بسبب أصل وضع دوم حالة بله حياتهم
أجابيته زيادة كزار ويوتمان بسبب أصلي وضعه دوم حالة زيادة كبسعيد أصلي وضع بسعيد تكرار حرفك لحروف أو كلمة على تشيكين برانبري حرفك عيني أو حرف تكراركين لميزانكش هردو عيني تكرارك مثال جلبب فعلل إتر خرج بتشديد بله كرم زيد أخاه أي فعل ليرى زيادة بسايتشيا بسايت تكرار حرفك لحروف كلمك سيم حالة بله على سيم حالة زيادة حرف ينزياتر من حروف سألتمونيها اليوم تنساها أويسا لنظم كدي بمشي أويسا هل تنام أما حروف الزيادة بيوتري ده حرفة أقال زيادة كا بس أي حرفك لحروف زيادة دي تشيكي بله والزائد ننزله كما هو أصل بأصل ضرب فعل كاتب لهم ضارب خرج غفر فعل كاتب لهم استغفر أو سي حرف زيادة كخوي ديني مش مانزاني باش توارم مسألة أقر بيتو شمان هي بله إذا حصل قلب أو حذف في الميزان أجابيته قلب ما انهبيان حذف ما انهبيت شيكي لوزنك تشيكي بارك الله فيك ليرى إذا حصل قلب أو حذف في الموزون موزونك كلمة كيا بيتو قلبي تيابي يعني حذف تيابي لميزانك شهر تطبيقك هل بقلبي تيابك وحذف تيابك مثال القلب أيس على وزن خوي إيسيا على وزن فعيلية كاتي أصلك قلب كرابوة أيس وزنك يبوشي عفيلة باشا مثال قلبه أي مثال حذف قل بيع شيء اللي راح حذف كمان شيء أصلي قال يقول قول ليركاتب أمر واوك ساكنة لامكش ما ساكنة فالتقى ساكنان هصان شيئا كرت واوكيان حذف كرت بوشي قل وزنكي فل وهكذا باشا أيك حذفك بساي إعلال بيه حذف بساي إعلال بيه يعني لموزونك حذف حرف حذف كريان قلب كريا بابلين حذف تيابي يعني قلب بساي إعلالوا أما كلمة كبير وتري موزون أي لميزانك قران كاريكي لا نفعل شيئا مثال قال باشا قال قافك مفتوحة ألفك ساكنة ولامك مفتوحة أبي بلين فعل شونكا قران كاريتيايا نا ليرى ألين كاتي حذفك وقلبك بساي إعلال بيه ألين لسر أصلي وزنك هني قال أصلي تشيا قول وزنك فعل نالي فعل باع بيع بارك الله فيكم سدينا سر كتابك يا أخوان إن شاء الله لا بري بيستدو مقدمة كما طاوك الحمد لله بله بارك الله فيك مسألة كمان هي تاء الافتعال شيبو أكر لموزونكات تاء الافتعال قرابي مثل بطاء تاء الافتعال لموزونك لكلمة يا قريب يتيان بطاء مثل
لوزنك لأصل وزنك قوران كاري أكي يعني تاءك ليش أقوري بطاء بحرف طاء يان تاءك وخوي هيلي أو كوالي رقورا ليدس كاريناكي وخوي وأصل ويا دين إن شاء الله لامان وأبدل لتاء لافتعال طاء إن فاء من حرف لإطباق يكن فكات فاء افتعال طابع خوي اصطبر أصلي تشيا اصطبر إطاك حرفه مستعلية تاك مستفلة فتشوكا قرصة لصعوبة النطق بالتاء بعد الطاء قلبوا عفوا لصعوبة النطق بالتاء بعد الصاد صاد كمستعلية صاد كمستعلية تاء كمستفلة شوكا زحمته بلي اصطبر خاصة شيئا كرت تاء كيان قلب كرت بشي بطاء ايش طائش حرف اطباقه فبوا اصطبر ام قران كاري كوالا موزنك كرا لاصلي ميزانك اكري لميزانك لميزانك نالي افتبر عفوا افتعل علي افتعل لسر اصلي خوي قران كاري تيان اكري والله اعلم بالله براهن دين السر درسي مرمان ان شاء الله شتێکم وەرەگرین حتا تۆزە اتقان کرێت تۆزە وەزنەکان زەحمەتە لەبەرکردنی بەس انشاءالله ئاسانە بێ ئەم وەزنانەش بێت و بە نەظم لەبەری نەکەن نامێنێ لاتان ڕاستە سە لەبەریەکەی زانی هەر بڕۆ مانگێ دوو مانگ سێ مانگ لات نامێنێ ئەمما ئەگەر بێت و بە وەزن لەبەریکەی بە شعر هەر زمانت وەزنەکەی شعرەکەی هێنا یەکەم ئەوەل کەلیمە یەکەم کەلیمەی هێنا ئەوانەی تر ئاسانگەشی دوای بدوای یەک دێ انشاءالله لاپەڕەی 22 مقدمة الناظم لا بري باستدولاتان يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل الله افتتح الناظم هذه المنظومة كما هو عادة المصنفين بحمد الله تعالى عادة مصنف كان مؤلف كان كوا كتاب يعني بحمد خواي قول دسبيا كان سبب بو قال اقتداء بكتاب الله تعالى كوا أم قرآن بيروز كوا خواي قول الحمد لله افتتاحي كردوا أمانش اقتداء بكتاب الله تعالى قال فإن القرآن ابتدأ في ترتيبه بالفاتحة قرآن بيروز بفاتحة دسبيكرو وهي مبدوءة فاتحة بشي دسبيكرو بالحمد قال واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم القرآن والكراوة هم لكردوي بيغمر صلى الله عليه وسلم فقد كان يعلم أصحابه خطبة الحاجة صحابة كان يفيرك خطبة حاجة ويكوا افتتاح ما كرد بيه إن الحمد لله نحمده تعالى قال وهي مبدوءة بحمد الله تعالى خطبة حاجة هماشي وكوا بحمد خوي قورد سبيكا باش قال والحمد هو كما عرفه ابن القيم رحمه الله فقال الحمد إخبار عن محاسن المحمود حمد شيا هذا خبرك كوا باسي محاسن جواني كسيكي كوا محمودة لقل أوشاتشي هي مع حبه وإجلاله وتعظيمه خوشويستي ومحبة تعظيم لقل أما مجرد باس كسيكي باس صفاتكي يعني وخوشي تنوية أما بيه وتريتشي مدح فبوي وتري عليه المدح يكون يعني للمسلم والكافر مثل كافر كبيني آزايا كاتي الله هاي واي بس يكي بس آزايا كي أما مدح يعني حمده مدحه شنك خوش ويستي لقلنيا مسلمان كافراني خوش نابي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم ثاني من
قال ذي الجلال بمعنى صاحب العظمة كما قال صاحب اللسان. صاحب العظمة يعني قوري إخوائي قوري باسكا. يقول بعد حمد ذي الجلال صاحب العظمة شيء لرا إخوائي قوري لرا أوزاني الجلال وزنكي هنا وشوكا مسلك الصرفية هروا يعني اشتكي تكميلية باسيكا والله أعلم. جل الشيء يجل جلالا وجلالة وهو جل وجليل وجلال عظمة والأنثى أي بأفرد به جليلة وجلالة وأجله وجلالة عفوا وأجله بمعنى عظمة. يقال جل فلان في عيني أي عظمة في عيني لتشاوم قوربو. وأجللته رأيت جليلا نبيلا. يعني برأسي والله أعلم يعني بيسناك البم زيادة كواب وشيوان تصريفك بس من باب يعني كواب زاني والله أعلم يك لفظ يكتشي لدركر هو بينيتان. وأجللته في المرتبة وأجللته أي عظمته. وجل فلان يجل بالكسر جلاله أي عظم قدره فهو جليل. وقول لبيد أو لبيد والله أعلم غير أن لا تكذبنها في التقى واجزها بالبر لله الأجل يعني الأعظم. ثاني ما نحمد شيء قال ثم استنى الناظم دعاء حمد خواي قورة ثنى بالصلاة على رسوله الأمين نسأل صلى الله عليه وسلم صلاتنا وعلى آله المتبعين لهديه ورضوان وعلى آله المتبعين لهديه رضوان الله عليهم أجمعين. والصلاة من الله تعالى الصلاة لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم شيئا قال هي كما عرفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هي رحمة خاصة هذا رحمة كتابته فوق الرحمة التي تكون لكل أحد ولا ندري ما هي. قال نازين أم رحمة كتابته لو رحمة زياتر كوا معلومة وباسكرية لو رحمة زياتر كوا بوها مكسيكا بها فهي رحمة خاصة ولا ندري ما هي. ومن الملائكة والمؤمنين الدعاء والاستغفار إلى ملائكة وبصمانان وإيمان داران كاتلين اللهم صل على نبينا محمد الله الدعاء والاستغفار. وقد ورد في صحيح البخاري عن أبي العالية قال صلاة الله على نبيه صلاة خوي قوري للسرفي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ثناء كردني خوي قوري كوا ثناء كات السرفي صلى الله عليه وسلم باسي وصفه شاكيكا أما بيوتري ثناء فقال أو معناه صلاة خوي للسرفي صلى الله عليه وسلم ما شباب زانين معناه نبي شيا وقوله النبي ويقال النبي بالهمز بهمزة فعلى الأول تكون مشتقة من النبوة وهي المكان المرتفع. أجبيت لسرية كان باسكين يعني ببي همزة النبي كاتي ألين اشتقاق نكرة ولا مهموز معناه شيء فهي فعلى الأول تكون مشتقة من النبوة وهي المكان المرتفع. وعلى الثاني أي قلد ومشتق به ورقيرا بأصل كلمي نبي الله تكون مشتقة من الإنباء وهو الإخبار والإعلام. النبي أقردو حالته إما بهمزة وإما بهمزة أقب بهمز بهمزة به أصل لشي ورقراوة اشتقاق راوة من النبوة وهي المكان المرتفع شوني كبرزة وبيشك وبيقمان كوابي صلى الله عليه وسلم وبيغمران مرتبيان لمرتبي خلقي برزترة. وإما من الإنباء النبي بهمزة أجا بهمزة به لإنباء ورقراوة إنباء إيش معناه إيشيا معنى إخباره والمراد بالإنباء الوحي فهل دوشي لأمد وصفة
يعني أجا مشتق بين لمولو هردو كي بو بيغمران أبيه يعني نالي إلا يكي اشتقاق راونا فكلا المعنيين يجتمعان في الأنبياء هردو معنى كان كوا من النبوة كوا براسي خوان مرتبة منزلتها لمنزلة خلقي بأرسترا ومن الإنباء بالفعل إنباء أكرين إخبار يعني بودية وحيان بودية والله. قال عبد آسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم. أما سيركن أو نكهات أما فاعل يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل أو فاعل كاليرهات عبد آسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم. قوله عبد الله فاعل للفعل يقول عبد. أسير صفة لعبد وهو مضاف وقاعدة كمان هي نحو رجلين هم مضاف إليه مجرة وهو مضاف يرحمك الله. رحمتي مضاف إليه ورحمة الكريم رحمتش مضاف أبو كريم يعني عبد آسير رحمتي مضاف إليه مجرة رحمة الكريم لا بارخي دواي برامدي الكريم ليرا هرد همان شيء ومضافة. باشا ليرا وصفي خوي كربتشي بعبودية وبا كوا أسيري رحمة خوي قوريه وهكذا يجب أن يكون المسلم بالصمان بوابه سواء كان عالما أو متعلما أو غيرهما بيت عالم بيه يان متعلم بيه كوافير بيه يان طالب علم بيه يان كساني اعتيادي بيه كوا خوي براستي بزليل ومفتقر بساني بخواي قوره كوا احتياجي بخواي قوريه تاني مرتبة برز بيه لعلم يان لغير مسائل ترشاه يان للدنيا أبي خواي قورت لبير نتشي كوا مسألة عبودية شرف أبو إيمان داران وبصمان خواي قورات ثنائك الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب أسير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وصفي كرت بعبودية يعني برسترين مقامي إيمان داران كوا عبدي خواي قوران بيجك لو وصفي تري هنا عبد آسير عبدك فاعل صفتي أم عبد آسير رحمة الكريم هيش معجب نبو بخوي كأبزاني كوعالم ونظم كات وما كات وواكا كات يفخر كي بخود بزيرك خود بزاني بقوتي خود تيكي براستي إيمان دار أبي روي لخواي قوركا بزاني بحولو بقوته أقا خواي قوري أرمتي ندا لسرها مشتكي دنياوي بيه ديني بيه علم بيه هم مسألة خواي قوري أرمتي ندانات وانيشكي فبويا دائما بصنان الله تشيله لا حول ولا قوة إلا بالله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بله لرا عبد آسير رحمة الكريم باش أما لرا ما زالي نايشيا أما وصفيا كهناي يعني راس تفاعل لرا بس يعني وصفي كرب أسيري ناي ما نزاني شيء لرا شيهات أي أحمد بن عابد الرحيم أما عطف بيانه يعني بدله أي أحمد بن عابد الرحيم يريد نفسه بس خويك أي يقول العبد أحمد بن عبد الرحيم. هون آيتي نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. الشروع في المقصود استلي باسي الصرفكين. قال فصل أنفصل شيء دائب زين المجرد والمزيد. إيه
لێرە ئەوستی ئینشاءڵڵا سراحەتێکەکەین باشترە حتا کاتێ دووەم دەرس دەست پێ بکەین بە بیدایەتی ئینەکە دەست پێ بکەین ئینشاءڵڵا. بارەکەڵڵا فیکم.